تخيل انك انت تبقى مثلا شغال في بلد وتتفاجأ ان حد بيرسل لك مواقع وفيديوهات وصور بيخص مثلا زوجتك وبتاع، فانت بتتصرف تصرف، فبتنزل بتقتل الزوجة وبتقتل العشيق وبتقتل المشارك. طبعا الاسبوع بتاعنا ده كله مواقع التواصل بتتكلم عن واقعة سوهاج. وواقعة سوهاج يمكن من الوقائع اللي خلت ناس كتيرة قوي تبقى محللين وقضاة ومحاميين ومستشارين، وكله بيدلي بأقواله وكله بيفتي وبيقول ان رأيه القانوني من وجهة نظره هو. يعني ناس مصممة ان الزواج عشان هو خد حقه وعمل كده فيستفيد من المادة 237 بالتخفيف. وللأسف ان القانون اعمى، والقانون ما بيطبقش غير في الحالة دي غير في حالة وحيدة، وبيتطلب فيها شرطين. يعني عشان الزوج ده كان يستفيد من مادة التخفيف وياخد حبس بدل إعدام أو مؤبد، كان لازم يفاجئ الزوجة بواقعة الزنا ويشوف رأي العين، وما ينفعش يتنقل من الغرفة اللي فيها الواقعة قبل ما يموتها هي والعشيقة أو أحد اللي هي جنان. ولو أنت عايز تعرف قانون، لو إن الزوج فاجأ زوجته بواقعة زي كده ونزل تحت من العمارة أو من الشقة بتاعته، نزل الدور اللي تحتيه أو المبنى اللي تحتيه، أو خرج عند واحد صاحبه أو عند أخوه جاب بندقية أو جاب آلة حادة ورجع موتهم، مش هيستفيد بحالة التخفيف. فما تقوليش إن الواقعة ده هتطبق عليها حالة التخفيف، لأن المشرع طلب إن البني آدم بيبقى تحت تأثير الصدمة، فخلاص هو تصرف تحت تأثير الصدمة. لكن خروجك من الأوضة اللي فيها الواقعة لأوضة تاني أو لمكان تاني بمثابة إن خلاص أنت خرجت من دائرة الصدمة. في أدوات تخفيف وعوامل تخفيف بتشوفها المحكمة، مش نص مادة معين، ولكن المحكمة بيبقى ليها منظور إني عامل الاستفزاز، وإني الراجل ده إنك أنت تعمل حاجة زي كده لا وتبعت الفيديوهات للزوج وبتاع. يعني هو المحكمة بتشوف ان في عنصر يعني بيساعد، ولكن مش مادة التخفيف.